السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماراثون اركو ريوردز. التطبيق ده مساحته 8 ميجا وواحد من عشرة، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمتجر او بمكان لتفويل العربية او بنزينة، ان انت تحط فيها بنزين للعربية. ليه في اكتر من فرع. المكان ده موجود في الولايات المتحدة الامريكية. بتقدر ان انت لو حابب ان انت تحط بنزين في العربية بتاعتك تقدر تعمل بحث عن اقرب الفروع ليك. بتقدر تحصل على مكافآت او على كاش باك في كل معاملة بتعملها. بتقدر تحصل على البنزين او التوفير العربية بسعر اقل، عشان من خلال ان انت بتتعامل من خلال التطبيق ده. تقدر تدفع كمان من خلال التطبيق. بتقدر تحصل على كاش باك او هدايا، ان انت تحصل مثلا على مكافأة اللي هي تفويلة مثلا مجانية كل فترة. تقدر تعرف المكان بيفتح الساعة كام وبيقفل الساعة كام واقرب الفروع ليك في حالة ان انت مثلا على طريق ولا حاجة. كل ده بتقدر تعرفه من خلال التطبيق ده. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ببساطة، عشان التطبيق ده موجود في الولايات المتحدة الامريكية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيبلي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة انك لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو، فده تنويه بنوع عليه كل مرة، علشان ان في ناس بتشاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة، مثلا 8 شهور 10 شهور سنة، ويكتبوا تعليقات يقولوا انت في مميزات او في عيوب في التطبيق انت مش قايلها ليه. ببساطة لان دي يا جماعة تطبيقات، يعني بيحصل لها تحديثات مستمرية. قد تكون التحديثات دي إيجابية وسلبية. ممكن يحصل للتطبيق تحديث كل أسبوع، كل 10 أيام، كل شهر. فلو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، باتنين، بأسبوع، بشهر، هتلاقي كل المميزات والعيوب اللي أنا قايلها هي اللي موجودة فيه. إنما لو شاهدته بعديها ب8 شهور، ب10 شهور، بسنة، فطبيعي هتلاقي تغيير حصل للتطبيق من التحديثات اللي تمت عليه. عشان كده دايما بننوه ان احنا اللي يشاهد الفيديو يكتب اي او اللي هيحمل التطبيق يكتب التعليق بتاعه، سواء التعليق ده إن التطبيق بقى ايجابي او التطبيق بقى سلبي او التطبيق بقى فيه مميزات او التطبيق بقى فيه عيوب. اما لو انت مش حابب ان انت تحمل التطبيق ولا حابب ان انت تكتب كومنت، ف ولقيت الفيديو نازل بقاله فترة طويلة، اكتب لي في تعليقات اي فيديو قول لي اشرح لي التطبيق ده من اول تاني، عشان ده شرحه من زمان. وانا هعمل لك شرح مبسط ومفصل للتطبيق بكل المميزات والعيوب بتاعته، وازاي تقدر تشارك في التطبيق، وازاي تلغي الاشتراك، وازاي تشغل التطبيق، وكل حاجة عن التطبيق. وتقدر كمان تراسلني على الفيس او على الماسنجر على اكونت باسم مراجع برامج. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.